خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات عنيفه جدا بعد الهزيمه من فاركو ب3 أهداف مقابل لا شيء، اتهم فيها اتحاد الكوره بمجامله الاهلي وانه ضد الزمالك بسبب عدم قيد 3 صفقات كانت مهمه جدا في الميركاتو الشتوي، وهم احمد بالحق وناصر منسي وقطع اعاره محمود شبانه وعودته للزمالك. المشكله طبعا عشناها وشفناها وشفنا ان الزمالك كان حاول ان هو يسجل ال3 لعيبه، ولكن اتحاد الكوره رفض بسبب المديونات المتاخره على نادي الزمالك، والزمالك اكد ان هو كان رايح يدفع الفلوس ولكن اتحاد الكوره كان هو متعنت قصاده. هو اللي بيعمل مشكله مش اللعيبه. ليه؟ يعني هو انا ما شفتش غير الفرق دي، يعني هو اللي هينزل بيانه ما يتش عمل بيان نزله الصفحه الرسميه بتاعت الكوره ان هو ما عملش ايه بقى؟ طب كويس ماشي. خلي بالك انا ما بتكلمش انا بقى اهو. مين اللي نزل؟ صح بيقول مش عارف تاخد جبت حد قدامك كله واقف سبحان الله. كله واقف محمله يبقى نزل ازاي ده؟ مين اللي نزله؟ لا لسه مفيش حاجه. لا ما نزلش حاجه، ما ينفعش ينزل كده يا كابتن، بس انا معايا ان هو النت معاه عمل ريفريش واشوف واحد داخل عينه بنفسه ما نزلش حاجه. هو الاتحاد اللي يقول المفروض الاتحاد يداري هو اللي بيهاجم الناس. واتهم مرتضى منصور ان اتحاد الكوره بيتعنت وكمان بيجامل الاهلي علشان ياخد الدوري السنه دي بعد غياب عن اللقب لمده سنتين بعد حصول الزمالك على اللقبين السنه اللي فاتت. تصريحات مش جديده على مرتضى منصور واللي دايما بيتهم اتحاد الكوره بمجامله الاهلي وانه ضد الزمالك. انت بقى كجمهور الزمالك شايف المشكله فين؟ وهل القياده الفنيه في مباراه فاركو كانت لفريرا ولا لاسامه نبيل؟ حاجات كتير متلخبطه ومش عارفين المشكله فين، انت شايف المشكله فين؟ ابعت لي في الكومنتات.